ما شاء الله. هاني شامبيون. واو واو، ابن الجزائر. تيتو ومن لا يعرفه البيمو ديال الزمن الجميل اللي ما بقاش كيتباع حاليا. جبت لكم الوصفه ديالو كيفاش تصايبوه في الدار وتفكروا الذكريات، وما كاينش ابو غير هو رشيني في في هاد اللقطه هادي. قلت لكم بيمو اخر. في الصابلي غنحتاجو 120 غرام ديال الزبده، تقريبا نص علبه، جوج ساشيات ديال الفاني، قبصه ديال الملح وثلاثه المعالق ديال السكر. غنخدموا هاد الزبده مع السنيده مزيان حتى تذوب لينا، وغنضيفوا بيضه وحده وغنحركوها حتى هي نخدموها حتى تولي على شكل بوماد. وغنضيفوا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق اللي غنكونوا حمرناهم فوق البوطه بحال غنصايبوا الصفوف، وجوج معالق كبار من الحليب مجفف اللي حتى هو حمرناه. والكاستات غنضيفوا كيما هو ما محمرش، ما تدلكوهاش غير جمعوها وما تكونش قاصحه تبقى هشيشه. ديروها في بلاستيك وخليوها ترتاح في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه. والحشوه فيها 3 المعالق ديال الحليب مجفف محمر، اي نوع ديال الباستا عندكم طبعا اختياريه الا بغيتو تضيفوها. طونيك كاس ديال الكاوكاو مهرمش، هذا هو اهم عنصر في هذه الحشوه، وغادي نجمعوه بها وغدير الشكلاط اولا شوكولا تارتينا باش كتفطروا في الصباح. نخليو الحشوه على جنب وندوزو ناخذوا العجينه